صباح الخير والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده الفيديو انا عامله لكم كده بدري قوي، يعني بدأت تصوير كده من بدري. فيلا بينا بقى كده نعمل مع بعض قهوة بسيطة، وهنبدأ مع بعض النهارده فيديو جديد وهيكون مختلف. حبيت ان الفيديو النهارده يكون كده فيه تريكات: ازاي بنظم ميزانية البيت، ازاي بجيب مشترياتي، ازاي بجيب احتياجاتي بس من غير ما ان انا اهدر او اجيب حاجة زيادة عن حاجتي. فتابعوا الفيديو للاخر علشان في ميزانية الشهر ده، و يعني ممكن تاخدوا منه افكار كده الميزانية اسبوعية، اسبوعين، زي ما انتوا حابين، كل واحدة وحسب ظروفها وامكانياتها، وتقدر تنظم بيها البيت ومشترياتها من خلال الفيديو ده. يلا بينا نبدأ مع بعض، بس قبل ما نبدأ هشرب كده معاكم كوباية قهوة وهفطر كده بتمراية. نبدأ على طول مع بعض. جيت أعمل القهوة لقيت البن خلصان، فبصراحة هضطر ان انا اطحن بن، وربنا يستر ما يعملش ازعاج للناس علشان احنا الساعة 7 الصبح، فانا مضطرة ان انا اعمل ده. انا بطحنه ليه في البيت؟ هو جايلي من بره مصر وما رضيتش ابعته اطحنه، يعني بصراحة بطحن على قدي. وبملى بقى البرطمان ده كده علشان اقدر اخد منه، بطحنه طحنة وسط، ومطحنة الخلاط بتقضي الغرض. فبصراحة هو طبعا ممكن تطحنوه بره، يعني هو اساسا اي مطحنة بن ممكن تطحن لك الكيلو ب20 جنيه، بس انا بصراحة بقلق، يعني بقلق بصراحة. فبالنسبة لي طحنة البيت كويسة. بس لو عايزين بقى تجيبوا بن مثلا وتطحنوه معاه تحويجة معينة بتحبوها، ممكن تعملوها كده في مطاحن البن. يلا بقى هروح اطحن البن وارجع لكم تاني نعمل مع بعض القهوة. طيب انا دلوقتي هعمل معاكم القهوة. اجيب كده مكيال، اخد الكمية اللي انا عايزاها وهحطها في مطحنة الخلاط على قد بقى استخدامي، يعني على قد ما انا محتاج. هاخد مثلا اهو مكيال وشوية، انا طحنت البن. دلوقتي بقى هحضر القهوة معاكم. هختار بقى المج الكيوت ده، بحبه قوي بصراحة والله في القهوة. فتعالوا مع بعض بقى كده نعمل فنجان قهوة حلو قوي. تحفة. ما ننساش التمر يا جماعة، هي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكمان التمر ليه فوائد كتيرة، هو فيه كل العناصر اللي جسمك محتاجها، فحاولوا كده تدخلوه في يومكم. طبعا يعني احتسبوا النية ان هي سنة، وثانيا علشان هيمدكم بكل العناصر اللي جسمكم محتاجها. وكمان هو من الحاجات اللي بتقي الجسم من العين والحسد. ودي معلومة سمعتها، لانه بيعمل هالة كده حوالين الانسان. فكله تمر، اولا سنة، وثانيا بقى عشان بقية الحاجات اللي قلناها.
يلا بقى نبدأ مع بعض نشوف مشترياتي من اللحوم للشهر دي. يعني تعتبر ميزانية أسبوعين. هعد معاكم كده الأصناف وأوريكم أنا جبت إيه بالظبط. أول حاجة هبدأ بيها معاكم هي اللحوم، واللي أقصده باللحوم هي اللحوم الحمراء. فطبعا حابين تزودوا عن الكمية دي تمام. يعني كل واحد برضو على حسب عدد أفراد عيلته، على حسب يعني كمية الأكل اللي بياكلها. أنا بديكي أفكار وانتي يعني اعملي اللي انتي عايزاه. أول حاجة أنا أساسي عندي في مشتريات شهري اللحمة المفرومة. ليه؟ لان انا بوظفها في اكتر من حاجه، سواء بقى ممكن اطبخ بيها، ممكن اعملها كفته، ممكن اعملها حواوشي. هي بقى حاجه من الحاجات السهله اللي ممكن تدخل فيها اللحمة المفرومة. وكمان من الحاجات اللي بتضاعف جدا اللحمة المفرومة وطعمها لذيذ وكلنا يعني بلا استثناء بنحبها، هي كفتة الرز. فأنا لما أجي أعمل لحمة مفرومة لازم أجيب دي رز، واعمل كمية مثلا نص كيلو، هتعمل لي كمية محترمة من كفتة الرز. عايزه اقول لكم كمان ان ممكن تعملي بالنص كيلو ده 4 وجبات من كفتة الرز، طبعا على حسب عدد افراد الاسره. الصدوق من الحاجات برضو السريعة جدا جدا في ميزانية الشهر بتاعتي، والسهلة اللي انا مثلا لو يعني مش عارفة اعمل اكل ايه، بروح مطلعة طبق الصدوق ده وقصة كل صدقية على 2. انا بقول صدق يا جماعة عشان انا من اسكندرية، فعذرا بقى للناس اللي بيقولوا سجق. فهو عندنا هنا في اسكندرية اسمه صدق. اول حاجة بعمل بيه مكرونة سريعة جدا اللي هي مكرونة الحلة الواحدة. بقطع خضار، طماطم، بصل، فلفل الوان. الصدق ده زي ما انتوا قلت لكم ان انا بقطعه على 2، وكمان مكرونة نية. بحط كل الكلام ده في حلة مع بعض، وبحط عليها معلقتين كده حلوين من الصلصة، او اسيبها بيضة. بكتفي بتقطيع طماطم بس، وبحط عليها المية وشوية توابل ملح وفلفل. لو حابين تضيفوا مرقة ممكن تضيفوا مرقة، ما فيش مشكلة. وبعدين بسيبه بقى على نار هادية لغاية ما المكرونة بتستوي وكل الخضار بيبقى تحفة. ممكن تضيفوا الصدق في الاخر خالص، بيستوي برضو مع المكرونة في الاخر، مفيش اي مشكلة، مش لازم تضيفوه من الاول. وبيطلع يا جماعة والله اكلة تحفة جدا وخطيرة. لو حابين بقى تضيفوا على الوش مثلا موتزاريلا ودخلوها الفرن برضو بتطلع تجنن. فهي من الوجبات السهلة جدا. او ان انا اقطعه مثلا مع بطاطس مع جزر، واعمله برضو كده زي طاجن ويدخل فرن، او على البوتاجاز من فوق. من اسرع الاكلات اللي ممكن تعملوها. اللحمة المفرومة دايما بحب ادخلها في الرز بالخضار. بحب اعملها طبعا كفتة، حواوشي، من الحاجات السهلة جدا. كمان ممكن تعملوها في الطبيخ. يعني لو مستعجلة ومش عايزة تسلقي لحمة أو تسوي لحمة، ممكن تعملوها في الطبيخ. كمان جبت كمية بسيطة من اللحمة القطع علشان أنا بصراحة مش بطبخ، وممكن لو عملتها أعملها كده كأكلة سريعة زي الشاورما كده، أقطعها قطع صغيرة واعملها شاورما أو كباب حلة أو أي حاجة، كحاجة يعني طبق كده جنب حاجة تانية، يعني مكرونة بشاميل، اي حاجة تانية جنبه. فما جبتش كمية كبيرة من اللحمة القطع، لان انا بصراحة مش دايما بحب ان انا او بستسهل ان انا اعملها، مش اسهل حاجة بالنسبة لي. يعني بحب دايما في الصيف الاكلات السريعة. طيب ممكن نجيب ايه تاني سريع؟ ممكن الكبدة. الكبدة من الحاجات السريعة والسهلة اللي مش بتاخد وقت. اللي هو لو انتي مع يعني جايه كده من بره، هاتيلك نص كيلو كبده ولا حاجه واعمليه على النار، مش بياخد معاكي 5 دقايق على النار. والكبده مش بتاخد تسويه كتير. شوفوا طرق الكبده، انا كنت عاملاها كتير قوي معاكم، كبده اسكندراني، هتلاقوها على الشورتس بتاعت القناه، موجودة يعني اكتر من فيديو ليها. وبجد من الحاجات اللي فعلا سهلة وسريعة، ولو انتي بتشتغلي هتسهلي على نفسك. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن كفتة الرز، وازاي
نعملها ونخزنها. كده خلصنا مشتريات اللحمة. ندخل بقى على تاني حاجة من الحاجات اللي انا بتبقى لازم تبقى عندي اساسية كده في الفريزر كل شهر، وهي اسماك البحر. اسماك البحر انا بشتريها بنضفها، ممكن تنضفوها بره البيت او جو يعني او في البيت عادي، بس استسهلوا يعني. انا بحب ان انا لما اشتريها اروح اعطيها للمحل واقول له من فضلك نضفها لي. فجبت سمك مرجان، وده من احب انواع السمك ليا يعني بحبه جدا. وجبت كمان جمبري. السمك المرجان ده هعمله على مرتين، وانا بحب السمك المقلي جدا، السمك البحر بالذات. والجمبري هنعمله يا اما هنعمله بقى باي تتبيله ونعمله ليه شوربه وكده، او نعمله بقى بصوص الباتر فلاي. هو ليه طرق كتير قوي قوي، وكنت عامله معاكم كذا طريقه برضو على القناه. بس زي ما قلت لكم السمك من الحاجات المهمه اللي لازم تدخلوها في اكلاتكم. وانا خلال مثلا الاسبوعين دولت هدخل اهو 3 وجبات من السمك. فدي حاجه كويسه، بلس ان انا لو حابه ان انا اكل سمك بلطي، انا ما جبتش سمك بلطي خالص في المشتريات دي، علشان انا بفضل البلطي يكون مشوي. فانا ببقى معايا رقم تليفون محل جنبي، بتصل بيه اقول له حضر لي مثلا كيلو او عدد السمكات اللي انا عايزاه من السمك البلطي، واقول له حضرهولي وشوهولي ونضفهولي كل حاجه، وانا بنزل اخده بعد شويه. فلازم في المشتريات بتاعتك لازم تدخلي السمك. يعني السمك معانا اساسي في الوجبات يعني مرة لمرتين في الأسبوع، فانتي كده تمام. والسمك البحر كمان يعتبر مش مكلف، لان هو حجمه بيكون صغير طبعا عن البولتي، وفي نفس الوقت بيبقى يعني حتى لو سعره عالي شوية يعني بتقدري ان انتي مثلا تقسميه الكيلو على وجبتين او حاجة، مش لازم تعملي الكمية كلها. زائد ان هو اليومين دول طبعا الصيف بيخلي السمك يبقى سعره ارخص. انا كمان لما بشتري سمك بصراحة بحب انزل السوق بالليل. بحس ان الناس عايزة تخلص الحاجة اللي معاها عشان تروح، فبالنسبة لي انسب وقت انزل فيه السوق هو بالليل. ده بيخليني اعرف اشتري براحتي، و يعني عارفين كده ما يضحكش عليا. يعني انا باخد الحاجة بسعر كويس من غير ما فاصل ومن غير ما اتعب نفسي ولا اي حاجة. وبكده خلصنا مشتريات السمك. تعالوا بقى نشوف الفراخ. ودي الحاجة التالتة اللي انا يعني برضو بتكون اساسية معايا في مشتريات اللحوم. فراخ سمك لحمة، يعني لازم اخلي فيه تنوع كده في الاسبوع. وطبعا يعني انا عايزة اقول لكم ان الوجبات دي في الاخر هقول لكم يعني انا بمشي ازاي في الايام بتاعتي. لو انا عايزه اعمل كل يوم لحوم او عايزه اعمل يوم ويوم لا، زي ما انا عايزه طبعا. يعني الحاجات دي ممكن تقعد معاكي شهر كامل، وممكن تقعد معاكي اسبوعين لو انتي هتعملي كل يوم لحوم. تمام. فبرضو كل واحد حسب ميزانيته، حسب هو يقدر يعمل ايه. المهم تعالوا بقى نقسم مع بعض كده. انا الفراخ جبتها غسلتها كويس جدا، وسبتها ليلة كاملة في محلول النقع. محلول النقع عملته معاكم قبل كده مليون مرة في فيديوهات الميزانيات بتاعت زمان، يعني عملته معاكم كذا مرة. عبارة عن مية عليها ملح عليها سكر، طبعا كميات متساوية من الملح ومن السكر، وعليه بقى المنكهات والمطيبات اللي انتوا حابينها. انا بضيف حبهان قرنفل، بضيف ورق لوري، بضيف ليمون، بضيف فلفل اسود، بضيف توم باودر وبصل باودر، لان بحس الحاجات دي بتدي يعني نكهة كده للفراخ. بيبقى لحم الفراخ نفسه بيبقى طعمه حلو لما بتيجوا تاكلوها. يعني حتى لو بتعملوا لها تتبيله شوي او اي حاجه بتبقى حلوه جدا، وبتساعد ان النسيج بتاع الفراخ كمان يطرى. فلو انتوا بتفضلوا الفراخ مشويه، فافضل طريقه ان انتوا تنقعوا الفراخ في محلول النقع، بيدي طراوه للحم الفراخ جدا. انا بقى نقعت كمان البانيه عشان برضو اخلي الزفارة تطلع منه، مبقاش فيه اي زفارة. وكمان نقعت الفراخ زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. انا
بقسم الفراخ بتاعتي على حسب بقى كل وجبة. يعني أنا جايبة فراخ كاملة، جبت فرخة واحدة، وجبت كمان كيلو من البانيه. وبدأت كده أقسم البانيه على 3. طبعا كل واحد بيقسم زي ما هو عايز. عايزين تقسموا الكيلو على 4، عايزين تقسموه على 3، زي ما انتوا حابين. كمان الفراخ كنت جايبة فرخة كبيرة شوية وخليت الراجل يقسمها لي على 6. او انا اقسمها في البيت على حسب برضو انا محتاجة اقسم الفرخة على قد ايه. ممكن تقسميها على 8 لو هي كبيرة شوية. الفرخة دي كانت 2 كيلو وشوية، حاجة بسيطة يعني. فقسمتها على 6 قطع. الاربع، وقسمت كده من الصدر لان انا بنتي صغيرة فمش بتاكل يعني مناب كامل. فقسمتها على 4 قطع، وقطعتين كده صغيرين لفيروز. واخدت منهم من البانيه برضو اللي انا جايباه، وزودت على القطع بتاعتها بس. فالفرخة دي هتقضي معايا مرتين، والبانيه اهو على 3 مرات او 4 مرات لو انتي حابة تقسمي البانيه 4. فبالشكل ده بقى عندي 5 وجبات من الفراخ. فالموضوع كده بيكون اسهل، وبتكوني عارفة انتي عايزة ايه وعايزة تقسمي ايه. يعني هتبقي بقى منوعة الفراخ ما بين فراخ عادية وممكن تجيبي وراك. الوراك بتكون احسن واسهل في يعني في التنظيف وكده، وفي نفس الوقت ما بتوزنش معاكي بقى الاحشاء بتاعه الفراخ والحاجات دي، فبتبقى حلوة جدا. كمان انا نظمت بقى حاجتي كده في الفريزر. عايزه اقول لكم ان انا رجعت بقى بتاع التلج ده، بجد هو حلو جدا للايس كوفي. فانا كل فتره كده بروح اول ما التلج يعمل اروح حطاه كده في الدرج واخد دي املاها مره تانية. وعايزه اقول لكم ان انا قبل ما بشتري اي مشتريات للشهر او كده، او قبل ما بملى الفريزر لازم انظم الفريزر وانضفه كويس جدا. انا بس اللي واخد عندي مكان العيش والعلب القشطه دي ان شاء الله هعملها معاكم باذن الله قريب. باب الفريزر بكون حاطه فيه برطمانات كده شوربه عشان لو احتجت اي شوربه. كمان بقى حاجه ضروريه للامهات، انا بعمل بواكي الكاتشب دي بجمدها عشان لو لا قدر الله فيروز اتخبطت او اي حد اتخبط، هي يعني بتحطها كده بايديها، ما تبقاش خايفه ان انا احط لها تلج او حاجه، لان بنتي يعني بيجيلها بانيك كده من موضوع التلج. او ان هي تتخبط واقول لها تعالي احط لك تلج او كده، فبديها كيس الكاتشب واقول لها حطيها على الخبطه او كده. هنا ده برطمان الثوم، لفه جلاش كده بواقي. الحاجات بقى ايه بسيطه. كمان بحط الشوكولاته في الفريزر لان احنا اليومين دول الدنيا حر جدا، فمش بعرف اخليها بره لانها بتسيح جدا. وطبعا انتوا عارفين فراخ ولحوم واسماك يعني لازم تعقيم بعديهم، عشان السالمونيلا والحاجات دي يعني يا جماعة ما فيهاش هزار. لازم نعقم بعديها على طول مكان ما استخدمناها او قطعنا او عملنا اي حاجة. يعني بخاخة الكلور دي ضرورية. ممكن تحطوا بخاخة خل، ممكن تعملوا اي مطهر للاسطح. هنشف بقى الرخامة كويس قوي، ويلا بقى اوريكم مشتريات كده كانت نقصاني بسيطة، بس يعني ايه يعني عايزة اديكوا كده افكار برضو للحاجات اللي هي لازم تبقى موجودة عندك وان انتي تخلي بالك منها. اول حاجة الشاي، الصلصة انا بخلي لازم عندي كيس صلصة كده احتياطي، وانا الصلصة مش بستخدمها كتير يعني كده كده الطماطم رخيصة. كمان الرز البسمتي، فيروز اكتشفت ان هي حبته، فقلت ان انا لازم اجيب لها اعمله. انا في الحقيقة ما كنتش بحبه لغاية ما كنا في المصيف وكانت مرات خالي عاملاه، كان تحفة. فبصراحة عملته بطريقتها امبارح وكان خطير. آه عملته بطريقة حلوة قوي قوي، طعمه كان لذيذ. وكمان الرز العادي انا الكميه دي هتقعد معايا حبه حلوين يعني، وانا كان اوريدي عندي في العلبه شويه رز. بصوا علبه الرز عندي كانت متبهدله من المطبخ بقى وكده،
وبدأت بقى اجيب كده بخاخة الكلور. وعايزة اقول لكم ان البخاخة خطيرة بقى في الموضوع ده، في تلميع العلب وتنظيفها، بتخلي الحاجة بجد ترجع كأنها جديدة. انا نظفت بيها العلبة، بصوا زي ما انتم شايفين كده كان فيها بقع وفيها تلطيشات، يعني رجعت جديدة وزي الفل. بخاخة الكلور بالنسبة لي حاجة أساسية، لأن أنا بنضف بيها برضو من فترة للتانية علب البهارات. هنضف بيها دلوقتي معاكم علبة الشاي والسكر، وبصراحة هي أساسية معايا. بصوا خلت العلبة بتاعتي تلمع ازاي. عصير الفروتي ده لما بيكون عندي باقي كده عند الراجل بقوله اديني بيه عصير، لان فعلا بينفعني. يعني بحس ان هو يعني في البيت كده جالك ضيف على غفلة، عايزة تعملي اي حاجة تشربيها ومكسلة، فهو من الحاجات السهلة والسريعة. وبقدر اتحكم في كمية السكر كمان اللي انا احطها فيها. يعني مش بجيبه بسكر، بحب انا احط كمية السكر على ذوقي انا زي ما انا عايزة. وكمان العصير اللي هو تانج ده اللي فيه سكر مقاطعة، فانا مش بجيبه اصلا، فبجيب النوع ده زي ما بقولكوا كده، وسعره رخيص، ممكن اجيب اي نكهة. بينفعني كمان بقى التفاح في الشتاء، لان بعمل بيه هوت سيدر خطير وطعمه بيبقى حلو قوي. وممكن كمان تعملوه لو انتوا بقى بتفضلوه بحاجات نكهات طبيعية، ممكن تعملوه بقشور التفاح. عملته معاكم قبل كده برضو في فيديو على القناة. ايه تاني جبت دقيق رز علشان اعمل بيه كفتة الرز، وكمان جبت فيجيتار عشان لو حبيت اعمل ستريبس فراخ او اي حاجة عايزة احمرها بقى بانيه او مثلا بطاطس، او عايزة اضيفه على اي حاجة برضو بينفعني يكون موجود في البيت. و دايما كده الحاجات دي يا جماعة حطوها في التلاجة، لان هي بتسوس بسرعة قوي. يعني انا في الحر ده باظ مني برضو فيجيتار كنت جايباه من فترة وحطاه في الدرج فلقيته بايظ. بصوا برطمان الشاي كان متلمع ازاي. بالمرة كده قلت برضو ألمع برطمان السكر وأملاه كمان، هو كمان عامل له ريستوك. كان عندي برضو أكياس كده حطاها في المنظمات، قلت أخلص منها بالمرة. الحاجات دي بقى بتعمل كركبة شوية. يعني اما بتفضي مثلا كيس ويملى البرطمان فيتبقى فيه شوية، فتضطري تحطيه في المنظم. بحس ان هو بيعمل كركبة بقى. لما باجي اصبه بقى كده تاني في البرطمان، بحس ان الدنيا تمام. يعني بحس كده ان الدنيا فاضت وكل حاجة تمام. وبالمرة بقى كده هلمع برضو من بره العلب بتاعة السكر، العلبة بتاعة السكر. ان شاء الله في قريب كده هفضي بقى العلب دي كده، واحاول ان انا اغسلها من بره ومن جوه. ده بالنسبة لي بيكون احسن. بحب دايما انضف ورايا، يعني ما يبقاش فيه سكر واقع على الرخامة واسيبه، لا دايما بحب ان انا انضف. هبدأ بقى اشيل الحاجات دي في المنظمات بتاعتها. الرز البسمتي انا اوريدي كنت جايبه نص كيلو اخدت منه. انا قلت كده هجربه هشوفه يعني هيقعد معايا قد ايه. فامبارح اخدت منه كوبايه. بس لا، واحنا حاسه ان احنا عشان مثلا ناكل منه ممكن نزود شويه. وخصوصا ان الرز البسمتي من انواع الرز اللي هي تنفع معاكم بقى في الدايت لو عاملين دايت. ولو عايزين بقى الطريقة اللي قلتلكوا عليها الخطيرة بتاعته دي اللي هتخليكوا تحبوه، انا عارفة ان مش كل الناس بتحب الرز البسمتي. قولولي بقى في الكومنتس، هعمل لكم فيديو كده ويكون فيه الطريقة، هتحبوه جدا، هيعجبكوا قوي. هفضيه بقى في المنظم بتاعي. انا اسماء بحب المنظمات جدا، بحب ان اي حاجة اجيبها اروح حطها في منظم. حاجة كده بتريح عيني وبتنظم لي الاماكن عندي، مش بيبقى عندي كركبة كتير. فدايما انصح اي واحدة ان هي دايما تخلي عندك منظمات كتيرة. هشارك بقى معاكم بقية الحاجات اللي جبتها. جبت دقيق، انا اوريدي عندي دقيق. جبت كمان فريك كمان. مامتي بقى دايما بتديني الشعرية دي، فانا عندي كمية كبيرة من الشعرية.
وانا بصراحة مش بطبخ، فمش بعمل كتير رز بالشعرية. اكتر حاجة كنت بعملها في الصيف الرز بالخضار، ومش بضيف عليه اي شعرية ولا اي حاجة، لان فعلا كان من اسرع الحاجات اللي انا ممكن اعملها. فما استهلكتش الشعرية كتير خالص الشهر اللي فات. بس يعني احنا داخلين شوية كده على الشتاء، لو بقى عندي شعرية كتير، فاحنا عندنا نعمل شعرية باللبن. هيبقى عندنا بقى ايه وصفة حلويات جامدة جدا. الفريك من الحاجات الصحية اللي تقدروا تستخدموها لو عاملين دايت بدل الرز. هنظم بقى الحاجات بتاعتي في مكانها. كده انا خلصت مشتريات الشهر بتاعتنا، و وريتكم بقى كل الحاجات اللي انا بعملها والتريكات، عشان لو حابه ان انا يعني اخلي الحاجه دي تقعد معايا فتره طويله، ان انا اضاعفها او كده. شاركوني بقى في التعليقات لو عجبكم الفيديو، ولو عايزين فيديوهات زي دي كل شهر علشان ننظم مع بعض مشترياتنا، اكتبولي في الكومنتس. انا كنت بعمل فيديوهات الميزانيات دي زمان، فلو حابين ان احنا نرجع نعملها مرة تانية اكتبولي في الكومنتات وقولولي رأيكم. لو عندكم اي اسئلة حابين تسألوها اسألوهاني. لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا تنظيم كده للمشتريات وللميزانية برضو اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. بس كده اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.